قبل 4 مواسم عندما حقق النادي الأهلي بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز، ثم بعدها بشهر حقق بطولة كأس ولي العهد. وهنا كرة عرضية، باسكال فندونو بالكرة الانفرادية وهدف التعادل للنصر. هدف التعادل في الدقيقة 26، هدف التعادل النصراوي في الدقيقة 26. كرة أمامية جميلة كانت لصالح النصر، أيضا خلف المدافعين، خلف محمود معاذ، خلف وليد عبد ربه، واستثمار كبير من باسكال فندونو اللاعب الخبير، أيضا اللاعب الغير الكبير. والكرة العرضية تتمرر وتصل سهلة إلى باسكال فندونو، ينفرد بها بمرمى فريق النادي الأهلي ويسجل بهدوء، يسجل برواقة. هذه عرضية خالد الزيلعي الجميلة، استلام بالناحية اليسرى، تقدم في خطوتين، والتسديد أيضا باليسرى على يسار ياسر المسليم. هدف التعادل النصراوي في الدقيقة 26. هدف تعادل جميل جاء للنصر، هدف تعادل بوادر كانت من انفرادية سعد الحارثي من المحاولة اللي كانت من فيكتور فيغاروا. جاءت ثالث المحاولات ثابتة في مرمى فريق النادي الأهلي، وهدف على يسار ياسر المسليم، والتسجيل من باسكال فندونو.